هريسة الفلفل الأحمر الشطة مفيش أكلة تستغنى عنها، يعني داخلة في كل الوصفات مع المحاشي ومع الممبار وفي الطواجن وفي المخللات كمان. لكن ما ينفعش نعمل كمية واحدة تنفع لكل الأكلات، كل أكلة وليها نظامها. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض وإزاي هنعمل الإضافات اللي تظبط مع كل أكلة. الأول كده بسم الله، أنا معايا 2 كيلو فلفل أحمر حامي وكيلو فلفل رومي أحمر. وطبعا الفلفل الرومي مش حامي، بس انا حاطه كيلو مع الاتنين كيلو فلفل حار علشان الهريسه تبقى مظبوطه شويه، ما تبقاش حاره بزياده. المهم ان احنا هنغسل الفلفل كويس ونشيل قلب الفلفل الرومي، والفلفل الحامي او الفلفل الشطه ممكن ان احنا نفرمه زي ما هو، ممكن ان احنا نشيل البذور بتاعته. انا المره دي هفرمه زي ما هو، فبالمقص كده هقطعه حتتين او 3 واحط الكميه المناسبه في الكبه، وهبتدي ان انا افرم، ننزل الجوانب ونشغل تاني. وممكن هنا تفرمي الفلفل فرمه ناعمه قوي او نص نص او خشنه، بس الفلفل الرومي بلاش تفرميه ناعم قوي علشان ما ننزلش كميه الميه كلها اللي فيه. هنخلص الكميه كلها ونبتدي نشوف مقدار الملح. كده انا معايا 3 كيلو، هحط 6 معالق كبار مليانين، يعني كل كيلو فلفل هياخد معلقتين كبار مليانين. الهريسة لازم يدخل فيها كمية معقولة من الملح، لان هي دي المادة اللي بتحافظ عليه. دي اول حاجة. تاني حاجة، احنا اغلب الكمية دي هنشيلها في الفريزر، فالملح مش هيخلي كمية الهريسة تكون متلجة قوي ومحجرة. يعني هنلاقي مثلا ان الهريسة متجمدة بس سهلة ان احنا نفكها، يعني نقدر كده لو هي في الكيس نقطمها هنلاقيها بتتقطم معانا على طول، مش هتكون متماسكة قوي في بعض كده زي الحجر. تمام. تمام. يبقى كمية الملح مش هتخليها تتجمد قوي قوي، وفي نفس الوقت هتحافظ على الهريسة من انها تبوظ حتى لو احنا شايلينها بره الفريزر. فما ينفعش تحطي كمية ملح قليل. طب اول حاجة هنعملها ايه؟ هنملى برطمان من الهريسة اللي فيها ملح بس. والكلام ده علشان الاكلات اللي مش بتحتاج اضافات تانية. يعني مثلا المحشي احنا عايزين نحط فيه معلقة هريسة، عبارة عن هريسة وملح بس. او مثلا الطواجن. لكن في اكلات تانية بتحتاج لإضافات تانية وهنشوفها دلوقتي مع بعض. ففي الأول كده أنا مليت برطمان وهملة كمان كيسين. البرطمان ده أنا هحطه في رف التلاجة، لكن الأكياس هشيلها في الفريزر. وعلى فكرة الهريسة تقدري ان انت تحفظيها بأي شكل، سواء في التلاجة على الرف العادي أو في الفريزر. هي بتقعد بالشهور على رف التلاجة، مش بيحصل لها أي حاجة خالص، وحتى كمان من غير إضافة زيت. بس يفضل ان الهريسة تسيبيها كده اسبوع او 10 ايام، بعد كده تستخدميها. بتلاقي طعمها بيظبط اكتر لما بتقعد كام يوم في التلاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة، علشان تحطيها في الكيس وتشيليها في الفريزر لازم تحطي طبقة رقيقة كده، يعني تبططيها كده وبعد كده تطبقي الكيس. اول ما هتيجي تفتحي الكيس هتلاقي الطبقة رقيقة، تقدري تكسري الحتة اللي انت عايزاها وهتتكسر معاكي بسهولة. طيب هنا هنعمل بقى تاني كمية. تاني كمية دي مثلا هنحط فيها التوم وهنحط فيها الخل. هحط معلقتين توم مفروم وهحط معلقتين 3 خل. هنا نقدر ان احنا نستخدمها في المخللات، يعني هتخليلي طماطم او بتنجان او اي نوع مخللات انت بتحبيه، فهتكون الكمية دي مناسبة قوي ليها. برضو هاملة برطمان صغير، والبرطمان ده انا هحطه على رف التلاجة. يبقى الهريسه ما ينفعش ان انت تحطي نوع واحد بس فيه الاضافات كلها، يعني ما ينفعش الكميه كلها يبقى فيها الثوم والخل والكمون والاضافات اللي انت بتحبيها، لان مش هينفع ندخلها في كل الوصفات. طب انا مليت برطمان، ده تالت برطمان هعمله او تالت كميه. هحط لها كمون وهحط لها كزبره ناعمه، ودي مثلا انا عاملاها للسمك، فدي هحطها في برطمان برضو صغير، وهبقى عارفه ان الهريسه دي بتاعت السمك. يبقى اول كمية عملناها تبقى حلوة قوي لما نحطها في المحشي وفي الطواجن. وتاني كمية اللي حطينا لها الثوم والخل بس، هنستخدمها مع المخللات. والكمية الأخيرة هتكون حلوة قوي للسمك، لأن برضو فيها توم وفيها خل وفيها كمون وفيها كزبرة ناعمة. وبرضو على فكرة دي تنفع للمخلل لو هتعملي مخلل بتنجان. فكده انت قسمتي الهريسة بحيث انها تنفع لكل وصفة، هتبقي عارفة كل برطمان هتحتاجيه ازاي وهتكتبي عليه. كده الهريسة جاهزة، وفعلا الوصفات ما بتستغناش عنها، وكده طعم اكلك بيحلو بزيادة. ولو انت بتحبي الاكل يكون حار قوي ما تحطيش فلفل رومي مع الفلفل الحامي، لكن لو عايزاه نص نص هتستخدمي مع الاتنين كيلو فلفل رومي. اتمنى تجربوا طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم.